ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى وحب. هعمل معاكم النهارده رز وخضار بطريقه صحيه والطعم الاروع من كده. ركزي معايا كده في المقادير وامشي معايا خطوه بخطوه. هنحتاج كوبايتين من الرز المصري، هيسع الكوبايه دي كوبايتين من الرز، جزرتين وسط، 3 فلفلات، 2 فلفل الوان صغير، واحده حمراء واحده صفراء، واحده فلفلايه رومي وسط ملون، يستحسن يكون ملون، او فلفلايه رومي خضراء صغيره، وفلفلايه رومي ملون صغيره، بصلتين وسط احمر، يستحسن يكون ابيض بس ما كانش متواجد فانا استخدمت البصل الاحمر. كوبايه من شوربه الفراخ. الشوربه دي يا جماعه مخففه من غير دهون. انا بجيب الشوربه يا جماعه وبخزنها في كيس ثلاجه في الفريزر وبطلعها حسب ما بحتاج. البهار بتاعتي معلقه دجاج فور من كنور، معلقتين ملح، معلقه بهار دجاج، نص معلقه كركم، نص معلقه كاري، نص معلقه قرفه، ربع معلقه جوز الطيب، ربع معلقه حبه مطحون، نص معلقه بصل بودر. لو هتستخدمي عود قرفه مع الرز يبقى هتستخدمي ربع معلقه صغير من القرفه. نروح بقى نجهز المقادير بتاعتنا. الجزرتين كده بشرتهم، والفلفل قطعته قطع كده زي ما شايفين مكعبات، والبصل فرمته في الكبة فرم ناعم. نعيد المقادير تاني: كوبايتين من الرز، جزرتين وسط مبشورين، 3 فلفلات، 2 فلفل الوان صغير، واحده حمراء واحده صفراء، واحده فلفلايه رومي وسط ملون متقطعين مكعبات زي ما شايفين كده، بصلتين مفرومين في كب فرم ناعم، البهارات بتاعتي معلقه دجاج فرم كنور، معلقتين ملح، معلقه بهار دجاج، نص معلقه كركم، نص معلقه كاري، نص معلقه قرفه، ربع معلقه جوز الطيب، ربع معلقه حبهان مطحون، نص معلقه بصل بودر، وده اختياري. كوبايه من شوربه الفراخ او اي نوع شوربه متواجد عندك. الشوربه دي يا جماعه مخففه من غير دهون. كده مقاديره قدامك، يلا بينا نضيف الوصفه. يلا. فحل على النار من غير ماده دهنيه نهائي، هنزل بمعلقه كبيره من السكر. اول لما السكر يكرمل كده هنزل بالبصل. الشوربه حطيتها على النار عشان تفك وتغلي. اول لما الشوربه تغلي هنزل البهارات بتاعتي: معلقه دجاج فوق المكونات، معلقتين ملح، معلقه بهار دجاج، نص معلقه كركم، نص معلقه كاري، نص معلقه قرفه، ربع معلقه جوز الطيب، ربع معلقه حبان مطحون، نص معلقه بصل بودر، ده اختياري. وهقلب كده البهار مع الشوربه. كده البصل كرمل معايا كده زي ما انتم شايفين. هنزل بيه كوبايتين من الرز المصري، وهقلب كده الرز مع البصل المكرمل لحد لما الرز كده يتغلف بكل البصل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل بجزرتين وسط مبشورين، وهقلب كده الجزر مع الرز. اول لما الجزر يدبل معايا كده زي ما انتم شايفين هنزل بيه الفلفل المتقطع قطع. كده الشوربه غليت بالبهارات، هبتدي بقى اضيفها للرز. انا مستخدمه يا جماعه كوبايه من الشوربه المخففه، وحطيت كوبايه وربع ميه. حطيت على الرز كوبايتين وربع. ليه ربع الزياده ده؟ عشان انا مستخدمه خضار، في الخضار هيحتاج ميه. اول لما الشوربه وميه يغلوا زي ما انتم شايفين كده هروح قافله عليه وموطيه النار. لسه هحط قرنفل، فانا حطيت 3 حبات من القرنفل وعليهم ميه سخنه. تمام. فتحت على الرز كده زي ما شايفين وقلبته خلاص. وبعد كده بقى هضيف القرنفل مع حبه ميه سخنين بس، واقفل عليه كده واسيبه يستوي. جيت فتحت عليه تاني خلاص. جيت اختبرت الرزايه، الرزايه استوت. بصوا الرز مش لازق في القعر كده، رز مفلفل، عايزه اقول لكم زي الفل. قدموا بألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا 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 جدا. ان شاء الله تجربوه بالطريقه دي ويعجبكم. ان شاء الله الفتره الجايه هنزل لكم وصفات جديده للرز المصري. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا، وكل اللي كلوا والله العظيم وجربوا حلف بيه. ان شاء الله جربوا الرز بالطريقه دي ويعجبكم. قدموه مع كبده اسكندراني و سلطه خضراء. ان شاء الله قريب هنزل لكم طريقه عمل الكبده اسكندراني. الكبده دي يا جماعه معموله بطريقه صحيه من غير دهون. ان شاء الله تجربوا تعملوا الرز بالطريقه دي ويعجبكم. عايزه اقول لكم فعلا طعمه حلو جدا، وكل اللي كلوا من تحت ايدي حلف بيه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. قدموه بألف هنا وشفا. لو عجبك الوصفه لايك واشترك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.